السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. النهارده كسؤال في العيادة، كان في ام معاها ابنها وكانت حامل وفي الاسبوع الاخير من الحمل وهتولد الاسبوع الجاي، وكانت عايزة تعرف بعض الاسئلة عن حديث الولادة ابنها في اول يوم. هي كانت بتسأل على ايه الحاجات اللي ممكن تكون مقبولة في الفترة دي وما نحتاجش ان احنا نسأل فيها قوي او نقلق منها قوي على الاقل يعني. فانا في ورقة كنت عاملها كده لطيفة للامهات فيها الظواهر الطبيعية لحديث الولادة اللي هي ما تقلقش، وفي نفس الوقت بتبقى ساعات الاهل بيبقوا كونسيرند بيها جدا. من ضمنها الزرقاء اللي بتكون موجودة في اطراف البيبي حديث الولادة في اول 24 ساعة 48 ساعة، الاكوساينوزز اللي هي كف الايد وكف الرجل ساعات بيبقى مزرق. كل اللي بنعمله ان احنا بندفيه وبنغطيه كويس ونتاكد ان الزرقه دي مش موجوده على الشفايف او اللسان او عامه على مستوى جسمه، وان نفسه كويس والامور تمام. دي من الظواهر الطبيعيه المقبوله. من الظواهر الطبيعيه برضه الصفرة الفسيولوجيه اللي بتبتدي بعد 36 ساعه تقريبا، يوم ونص تبتدي وتزيد بالتدريج، تحتاج متابعه دقيقه من الاهل ومن الطبيب المعالج عشان تكون فعلا صفرة فسيولوجيه، وهتاخد لها 10 ايام 12 يوم وتبتدي تستقر. عدد مرات البراز بيكون زايد جدا لدرجه ان في الاول بيبقى البراز التعقيبه اللي هي السوداء، ثم البراز الاخضر، ثم البراز الاصفر، ثم كل رضعه بيكون معاها مره براز، وده مقبول في الفتره الاولانيه. تمام. بعض القشط الخفيف مفيش مشكله من الزيادات في الرضاعه، واثناء القشط دوت ممكن ينقبض شويه او نحس ان هو بيحزق شويه مع هذا القشط. تاني حاجة الانتفاخ البسيط اللي في البطن وعدم انتظام شكلها، ان البطن نفسها عضلاتها بتبقى لسه ضعيفة فبتبقى منتفخة، لما بينام على ظهره بتيجي يمين او تيجي شمال، بيبقى شكلها غريب شوية. الزغطة المستمرة عند بعض الأطفال بتبقى موجودة برضه في الشهر الأول، ودي من الظواهر المقبولة ما فيهاش مشكلة. والنوم نهارا والاستيقاظ ليلا، أتمنى أقول إن البيبي كائن ليلي، وانس إن بس يخش الليل تتلاقي بدأ يصحى لك ويصهلل، وكل ساعة ساعتين بيرضع وقاعد وصاحي وتمام. بالنهار بيبقى الوضع مختلف شويه نهارا، لان هو بالنهار بيكون معظم الوقت نايم، لكن كل ساعتين ثلاثه المفروض ان انا بقلقه عشان يرضع. طلب الرضاعه بداعي او بدون داعي لا يعني ابدا ان صدرك خفيف او لبنك قليل او ان هو محتاج رضع صناعي وان هو جعان. البيبي 24 ساعه فاتح بقه وعايز يمص وعايز يرضع، مش معنى كده انه جعان، ومش معنى كده ان انا افضل حاطه على الصدر 24 ساعه، لان انت هتتعبي وصدرك هيتعور وهو هيبقى تعبان. هو احنا بنشتغل بريست فيدنج اون دوموند حسب رغبه الطفل، بس برضه مهم جدا ان انا انظم الامور لو الامور زايده، لان هبهدل نفسي على الفاضي. يبقى طلب الرضاعه كتير ده يعني ان اللبن قليل واللي هو جعان و طيب الشكل بتاع الرجلين، البيبي بياخد حاجه اسمها فليكشن بوزيشن او فروج لايك بوزيشن، اللي هو وضع الجنين. وضع الجنين ده ايديه متنيه رجليه متنيه، بيبقى فيه تقوس في الرجلين لان كان قاعد جوه البطن في هذه المساحه الضيقه بهذا الوضع، وبالتالي هو هينزل مش فارد رجليه وبيتمطع وبيعمل. ومش معنى كده ان احنا نربط رجليه ونربط بطنه ونربط رباط البطن ورباط الرجل والاربطه دي ملهاش اي داعي. عدم الاخراج بصفه مستمره بعد الشهر الاول ده وارد جدا، وساعات بنحتاج ان احنا نساعد لو عدى يومين ثلاثه ومش قادر يعمل. طبعا البراز الاخضر برضو قلنا، والبراز الاخضر ده الترانزيشن، يعني هو بينزل بالبراز الاسود اللي هو التعقيبه او التعقيبه او الميكونيوم، وبعدين بيبقى ترانزيشن اخضر، وبعدين بيبقى اصفر بعد كده. وجود شعر على الوجه والاذن والكفين والكتف ده حاجه عاديه من هرمونات الام. وجود حبوب الشباب الاكني نوناتورم اللي هو حب شباب النواني برضه من الظواهر الطبيعيه. يبقى وجود الشعر على الودان على الكتاف على كذا عشان الناس بتقلق منه، ده برضه عادي. وجود الحبوب في الايام الاولى اللي هي حبوب الاكني نتيجه هرمونات الحمل والرضاعه بتاثر. طيب وجود بقعه زرقاء في ظهر البيبي من تحت اسمها مونغوليان سبوتس، زي الوحمه كده، وساعات تبقى على كتفه او ظهره، دي اسمها مونغوليان سبوتس اللي هي زي الوحمه كده. مش يعني انا بحاول ابسط لكم الامور، لكن دي ما فيهاش برضه ضرر وما فيهاش اي مشكله. عدم انتظام الشكل الخارجي للاذن، الناس بتقعد تتكلم عليها ودانه مطرطقه والزقها له واعملها له حرام، ما فيش داعي ان احنا نعمل برضه هذا الكلام. وجود افرازات مهبليه بيضاء مخاطيه عند بعض بنات حديث الولاده، ده وارد في اول 5 6 ايام بيحصل وما فيش اي مشكله منه. وجود دوره عند البنات بعد اليوم الخامس والسابع حديث الولاده والذروه البليدنج نتيجه هرمونات الحمل، وبتتولد بعد اليوم الخامس بتلاقي دم زي البيريود كده عند البيبي حديث الولاده البنت، برضو من الظواهر المقبوله اللي ما فيهاش اي مشكله. حمل السر بيقع ما بين 3 4 ايام لحد اسبوعين 3، ولا يعني انه شبعان او مش شبعان او كذا. يبقى مش معنى ان عدى يوم اسبوع اسبوعين 3 والحبل السري لسه موجود ان هو عنده مشكله. لو عدى 28 يوم او شهر ممكن افكر في مشكله او ادور اسال الطبيب المعالج. الحزق المستمر وتغيير اللون اثناء الحزق وكده ممكن تكون حاجه مضايقاه، ممكن تكون حاجه كده، وممكن ما تكونش حاجه
خالص. دي بعض الظواهر اللي حاولت المها لكم بسرعه لانها كتيره، مش عايز الفيديو يطول عليكم، بس دي الظواهر الطبيعيه المقبوله لاي طفل حديث الولاده في الايام الاولى من حياته. اطيب تحياتي لحضراتكم ولاطفالكم بالصحه والعافيه، وشكرا.